إزاي الهوائيات وأجهزة الإرسال بتشتغل؟ إزيكم يا عشاق الهندسة؟ تخيلوا إنك تمد إيدك وتلقط كلمات وصور ومعلومات وهي بتعدي. ده تقريبا اللي الهوائي بيعمله. هي العصاية أو الطبق المعدني اللي بيلقط موجات الراديو وبيحولها لإشارات كهربائية بتغذي حاجات زي الراديو أو التلفزيون أو نظام التليفون. الهوائيات زي دي أحيانا بيتقال عليها مستقبلات. المرسل هو نوع تاني من الهوائي، هوائي بيعمل العكس من المستقبل. هو بيحول الإشارات الكهربائية لموجات راديو عشان تقدر تسافر أحيانا آلاف الكيلومترات حوالين الأرض أو حتى للفضاء وترجع. عشان كده الهوائيات وأجهزة الإرسال هما المفتاح تقريبا لكل أشكال الاتصالات الحديثة. بس إزاي الهوائيات بتشتغل؟ افترض إنك رئيس محطة إذاعة وعايز تبث برامجك للعالم كله، بس إزاي هتعمل كده؟ بتستخدم ميكروفونات عشان تلتقط أصوات الناس وتحولها لطاقة كهربائية. بتاخد الكهرباء دي وبشكل عام بتخليها تمر في هوائي معدني عالي وبتديله الطاقة في كتير من الأحيان عشان تقدر توصل لأبعد مكان أنت محتاجه في العالم. مع حركة الإلكترونات في التيار الكهربائي وهي بتتحرك رايح جاي على طول هوائي بتخلق إشعاع كهرومغناطيسي غير مرئي في شكل موجات راديو. الموجات دي اللي جزء منها كهربائي وجزء منها مغناطيسي بتسافر بسرعة الضوء وبتاخد معاها برنامج الراديو بتاعك. دلوقتي ايه اللي بيحصل لما أشغل الراديو بتاعي في بيتي على بعد كام كيلومتر؟ الموضوع إن موجات الراديو اللي انت بتبعتها بتعدي من خلال الهواء المعدني وبتخلي الإلكترونات تتحرك رايح جاي. ده بيولد تيار كهربائي واللي بدوره بيتحول لإشارة، والمكونات الإلكترونية جوه الراديو بتاعك بتحولها تاني لصوت تقدر تسمعه. الهوائيات المرسلة والمستقبلة عادة بيكونوا شبه بعض جدا في التصميم. مثلا لو انت بتستخدم حاجة زي تليفون عبر الأقمار الصناعية اللي ممكن يرسل ويستقبل مكالمة فيديو أو تليفون لأي مكان تاني على الأرض باستخدام الأقمار الصناعية الفضائية، الإشارات اللي انت بتبعتها وبتستقبلها خد بالك بتمر من خلال طبق دش واحد بس. طبق الدش هو نوع خاص من الهوائيات على شكل طبق ومعروف عمليا باسم العاكس القطعي المكافئ، لأن الهوائي منحني على شكل رسم بياني اسمه القطع المكافئ. بس المرسلات والمستقبلات شكلهم مختلف جدا عن بعض. هوائيات إرسال التلفزيون أو الراديو بتكون أعمدة ضخمة أحيانا بتمتد لمئات الأمتار في الجو، لأنها لازم تبعت إشارات قوية لمسافات طويلة. بس أنت مش محتاج حاجة كبيرة كده في التلفزيون أو الراديو في البيت، لأن هوائي أصغر بكتير هيقوم بالمهمة كويس جدا. الموجات مش دايما بتعدي في الهواء من جهاز الإرسال لجهاز الاستقبال، على حسب ترددات الموجة اللي عايزين نبعتها والمسافة اللي عايزين نوصلها ووقت الإرسال كمان، وطول الهوائي المفروض يكون قد إيه. كل ما كان أطول يبقى أحسن. أبسط هوائي هو عبارة عن سلك معدني واحد متوصل بالراديو. معظم أجهزة الراديو الترانزستور الحديثة فيها على الأقل هوائيين، واحدة منهم هي عصاية تلسكوبية طويلة ولامعة بتطلع من الراديو وبتلف علشان تلتقط إشارات الاف ام اللي معناها تعديل التردد، والتانية هي هوائي جوه الجهاز غالبا بيكون متثبت في لوحة الدائرة الرئيسية وبيستقبل إشارات الاي ام اللي معناها تعديل السعة. الاختلافات بين ال AM وال FM مثيرة للاهتمام، فلو حابب تعرف أكتر سيب تعليق هنا وإحنا ممكن نعمل فيديو عن الموضوع ده. بس ليه محتاج هوائيين في الراديو؟ الإشارات في النطاقات المختلفة دي بيتم نقلها عن طريق موجات راديو بترددات وأطوال موجية مختلفة. إشارات الراديو AM العادية بتكون بتردد حوالي 1000 كيلو هرتز، في حين إشارات FM العادية بتكون حوالي 100 ميجا هرتز. يعني هي بتتهز حوالي
100 مرة أسرع. زي كل موجات الراديو كلها بتسافر بنفس سرعة الضوء اللي هي تقريبا 300 ألف كيلو متر في الثانية. إشارات AM ليها أطوال موجية حوالي 100 مرة أكبر من إشارات FM. أنت محتاج هوائيين، لأن هوائي واحد مش هيقدر يلقط نطاق كبير زي ده من الأطوال الموجية. الطول الموجي أو التردد لموجات الراديو اللي بتحاول تلتقطها هو اللي بيحدد حجم ونوع الهوائي اللي محتاج تستخدمه. بشكل عام طول الهواء البسيط لازم يكون تقريبا نص طول الموجة لموجات الراديو اللي بتحاول تستقبلها. بس في بعض التقنيات بتخلي ممكن نصنع هوائيات يكون طولها ربع طول الموجة، أو هوائيات صغيرة جدا يكون طولها حوالي 10 طول الموجة. وفي هوائيات الغشاء اللي أصغر كمان، مع إننا مش هنتكلم عن تفاصيلها هنا. طول الهوائي مش هو الحاجة الوحيدة اللي بتأثر على أطوال الموجات اللي هتلقطها، وده لأن لو كان عندنا راديو بطول هوائي ثابت كان هيقدر يلقط محطة واحدة بس. الهوائي بيوصل الإشارات لدائرة التوليف جوه مستقبل الراديو، واللي مصممة إنها تلتقط تردد معين وتتجاهل الباقي. أبسط دائرة استقبال هي مجرد ملف سلك ودايود ومكثف بيوصلوا الأصوات لسماعة الأذن. الدائرة بتستجيب أو بترن على التردد اللي انت مظبط عليه، وبتتجاهل الترددات الأعلى أو الأقل من كده. لما تعدل قيمة المكثف بتقدر تغير التردد الرنان، وده اللي بيخلي الراديو بتاعك يتظبط على محطة مختلفة. شغلانة الهوائي هي إنه يلقط طاقة كفاية من موجات الراديو اللي بتعدي علشان يخلي الدايرة ترن على التردد الصح. أبسط أنواع هوائيات الراديو هي مجرد أعمدة طويلة ومستقيمة، وأحيانا بيتقال عليها أحادية القطب. كتير من هوائيات التلفزيون الداخلية بيكون شكلها ثنائي القطب، يعني عصاية معدن متقسمة نصين ومطوية بشكل أفقي، فبتبقى شبه واحد واقف ورافع دراعاته بشكل أفقي. هوائيات التلفزيون الخارجية اللي بتكون متطورة أكتر بيكون فيها أكتر من عنصر ثنائي القطب متوزعين على طول عصاية دعم رئيسية. تصاميم تانية بتشمل حلقات سلكية دائرية وطبعا أطباق الدش. بس ليه في تصاميم كتير مختلفة؟ من الواضح إن الموجات اللي بتوصل لهوائي الإرسال هي بالظبط مهما كان شكل أو حجم الهوائي. ترتيب مختلف لعناصر ثنائية القطب هيساعد في تركيز الإشارة علشان تبقى أسهل في الكشف. التأثير ده ممكن يزيد أكتر لو ضفنا ديبولات وهمية مش متوصلة معروفة باسم الموجهات والعاكسات، اللي بتعكس جزء أكبر من الإشارة لعناصر ثنائية القطب المستقبلة الأساسية. اللي ناقص عندهم هو القدرة على عمل دائرة في اللي بنسميهم المونوبولات. كتير منهم بيوصلوا لعصاية دعم وبيكونوا بأشكال وأحجام مختلفة. في 3 خصائص للهوائيات مهمة جدا، وهي الاتجاهية والكسب وعرض النطاق الترددي. يلا نبدأ بالاتجاهية. الديبولة اتجاهيتها عالية جدا، وده لأنها بتلقط موجات الراديو اللي بتمشي بزوايا قائمة بالنسبة ليها. عشان كده لازم هوائي التلفزيون يتثبت صح في البيت ويتوجه للاتجاه الصح. لو عايز تجيب صورة كويسة دلوقتي الموضوع ده مش مشكلة كبيرة زي زمان، لأن إشارات التلفزيون بقت رقمية. بس في زماني كنت لازم تتخانق مع الهوائي شوية كويسين قبل ما تجيب صورة كويسة. الهوائي التلسكوبي بتاع راديو FM أقل توجيهية، خصوصا لو الإشارة قوية. لو وجهتها لفوق على طول هتلقط إشارات كويسة من تقريبا كل محطة راديو. الهوائي الفريد بتاع AM اللي جوه الراديو موجه أكتر بكتير، مع ان الهوائيات اللي بتكون موجهة جدا ممكن تبان مزعجة، بس لما تتظبط صح بتساعد تقلل التشويش من المحطات او الاشارات اللي مش عايزها واللي قريبة من اللي بتحاول تلتقطه. بس الاتجاهية مش دايما حاجة كويسة. فكر في موبايلك، انت عايز موبايلك يقدر يستقبل مكالمات في اي مكان تكون فيه. بالنسبة للبرج القريب
أو يلقط الرسائل مهما كان اتجاهه وهو في شنطتك. عشان كده الهواء اللي بيكون موجه بشكل كبير مش هيبقى كويس. بنفس الطريقة جهاز استقبال الجي بي اس اللي بيحدد مكانك باستخدام إشارات من أكتر من قمر صناعي. بما إن الإشارات جاية من أقمار صناعية مختلفة في أماكن مختلفة في السماء، فبرضه الهواء اللي بيكون موجه بشكل كبير مش هيبقى مفيد. كسب الهوائي هو مقياس تقني جدا، لكن بشكل عام هو بيعبر عن قد ايه الهوائي بيزود الإشارة. التلفزيونات عادة بتلقط إشارات ضعيفة وشبه شبحية حتى لو مفيش هوائي متوصل. ده بيحصل لأن الصندوق المعدني والمكونات التانية بيشتغلوا كأنهم هوائي بسيط مش موجه في اتجاه معين، وبيستقبلوا أي نوع من الإشارة بشكل افتراضي. لو ضفت هواء اتجاهي مناسب هتلاقي الإشارة بقت أحسن بكتير. الكسب بيتقاس بالديسيبل، وكل ما الكسب زاد كل ما الاستقبال بتاعك بقى أحسن. في حالة التلفزيونات هتحصل على كسب أعلى بكتير من هواء خارجي معقد مقارنة بهواء ثنائي القطب بسيط. كل الهوائيات الخارجية بتشتغل أحسن من الداخلية، والهوائيات اللي بتتركب على الشباك أو اللي بتيجي مع الأجهزة ليها كسب أعلى وبتشتغل أحسن من الهوائيات المدمجة. أما بالنسبة لعرض النطاق الترددي للهوائي فهو نطاق الترددات أو أطوال الموجات اللي الهوائي بيشتغل فيها بكفاءة. كل ما كان عرض النطاق الترددي أكبر كل ما كان مدى موجات الراديو المختلفة اللي تقدر تلتقطها أكبر. ده مفيد في حاجات زي التلفزيون لأنك ممكن تحتاج تلتقط إشارات كتير مختلفة، لكن مش مفيد قوي في الاتصالات بالتليفون أو المحمول أو الأقمار الصناعية، لأن كل اللي انت محتاجه ومهتم بيه هو إرسال موجة راديو محددة جدا في نطاق تردد ضيق جدا. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو اشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وسيب لايك وفعل الجرس عشان توصلك كل الإشعارات. ولو شايف ان المحتوى بتاعنا مفيد فكر تبقى عضو معانا وتساعدنا نكمل وننتج محتوى اكتر هنا على المنصة، وكمان هنذكرك في فيديوهاتنا. ولو بتدور على تطوير نفسك شخصيا ومهنيا امسح الكيو ار كود اللي جنبك او ادخل على الرابط في وصف الفيديو عشان تقدر توصل لفرص كتير تطور بيها مهاراتك اللي هتفرق معاك في شغلك. طيب انت عندك اي نوع من الهوائيات في البيت؟ عمرك اتخانقت مع التلفزيون عشان تلاقي الإشارة؟ سيب لي تعليق تحت وقولي. هنا جنبك في خيارين لفيديوهات مهمين لازم تتفرج عليهم عشان توسع معرفتك وتستكشف فضولك. ولو حابب تدعمنا اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وفكر تبقى عضو في القناة. وبس كده يا عشاق الهندسة، تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.